بيبدأ فيلمنا مع أم تحكي لأطفالها قصة قبل النوم. بتكون القصة عن تاجر غني أرمل عايش مع أولاده الستة، 3 بنات و3 صبيان. التاجر عنده 3 سفن، الأولى مسميها مغمد، والثانية تخايتن، والثالثة لبيتون. في يوم بتهب عاصفة قوية وبيغرقوا ال3 سفن مع البضاعة، فبيفلس التاجر وبيضطر يبيع بيته باللي فيه. وبناته أنا وكلوتيلد واللي بيكونوا دلوعات جدا بيشتكوا لأبوهم وبيطلبوا منه ما يبيع ملابسهم والمجوهرات، بس هو بيسألهم عن مكان أختهم بيل. بدور عليها وبيلاقيها في الحديقة عند تمثال أمها، وهي الوحيدة اللي متحمسة لحياتهم الجديدة اللي حتكون في الريف. بلم الأخوة ال3 العفش في العربة وكل البلدة بيتفرجوا عليهم وبيشمتوا فيهم، وبينتقلوا كلهم لكوخ صغير في الريف. بيل هي اللي بيعجبها البيت الجديد، إلا أخواتها التانيين حاسين بالملل وما قدروا يتأقلموا مع الوضع. في يوم بيرجع أبوهم فرحان من المدينة ومعاه أخبار سارة، بيجمعهم كلهم وبيقول لهم إنه سفينة مغمد لقوها وجواتها كل البضاعة. كلهم بيفرحوا ما عدا بيل، بتخرج زعلانة من البيت وبتروح للحديقة. يتبعها أبوها وبيسألها ليش ما عجبها الخبر. بتقول له أنا عايزة أعيش هنا بدل عيشتنا الأولى، أنت دايما مشغول وأخويا ماكسيم حيرجع لأصحابه البلطجية، وأنا وكلوتيلد مقضيينها حفلات كل يوم عشان يلاقوا عرسان ويتزوجوا، على الأقل هنا كلنا مع بعض. بتيجي أنا وكلوتيلد معاهم لسه مليان حاجات عايزينها من أبوهم يشتريها لهم لما يرجع المدينة مرة ثانية. وبيسأل بيل إذا عايزة هي حاجة منه، بتقول له جيب لي معك وردة عشان أقدر أزرعها هنا. في اليوم الثاني بيروح هو وولده ماكسيم للمينا عشان ياخدوا بضاعة السفينة، ولكن بيقولوا له إنه السفينة والبضاعة ما عادت ملكه بعد ما وقع على ورقة الاعتمادات. ماكسيم بيزعل وبيترك أبوه في المينا، وبالليل بيروح أبو بيل يدور على ماكسيم في الحانة اللي كان دايما بيشرب فيها واللي فيها سفاح اسمه بوردوغا، ومع حبيبته اللي بتكون عرافة بتتنبأ له إنه حيصير غني والحد حيضحك له وحيصير عنده ذهب وزمرد. بيسمع بوردوغا حد بيسأل عن ماكسيم، بينزل تحت وبيعرف بنفسه لأبو بيل وبيقول له إنه ماكسيم عنده دين كبير لازم يسدده وإنت اللي حتسدده مكانه، وبيهدده بالسلاح. ولكن صاحب الحانة بيدافع عنه ببندقية وبيخليه يهرب من الباب الخلفي. بيقدر يتوه بوردوغا وعصابته وبيركب حصانه وبيقرر يرجع للبيت بدون ماكسيم. بتكون في عاصفة ثلجية قوية وما بيقدر يشوف طريقه، فبيضيع في وسط الغابة. فجأة بيطيح هو والحصان من جرف، والحصان للأسف بتصابه رجليه، فبيضطر يخليه ويكمل الطريق مشي. ومرة ثانية بيطيح من جرف وبيفقد الوعي، ولما بيصحى بيشوف قدامه قلعة كبيرة مهجورة، بيلاقي بابها مفتوح فبيدخل. بيبدأ ينده ليكون في حد ساكن فيها، ولكن ما في أحد بيجاوبه. فبيتجول في نحايا القلعة لحد غرفة، وشوية بتولع شموع على طاولة الأكل لوحدها وكلها مليانة أكل. بيتصدم هو وبيفتكر نفسه بيحلم، فبتكون في مخلوقات غريبة عايشة في القلعة بتراقبه من بعيد، فبيبدأ ياكل من الأكل لحد ما يشبع. فجأة بتولع شموع ثريا وبيشوف صندوقين مليانين ملابس ومجوهرات، فبيطلع ورقة الطلبات، بيلاقي كل طلبات بناته موجودة ما عدا وردة بيل. وفجأة بيدخل عليه الحصان بتاعه ورجليه مضمضين، بيحمل عليه الصناديق وبيخرج من القلعة. وهو ماشي برا بيمر بشجرة ورد كبيرة جدا، فبيقطف وردة لبيل. فجأة بيخرج له وحش من وسط الشجرة وبينط عليه، بيقول له ما كفتك الهدايا اللي اديتها لك وعايز تسرق أغلى حاجة عندي. وبيسأله الوردة لمين؟ بيقول له إنها لبنتي الصغيرة اللي بحبها أكثر من كل حاجة. بيقول له الوحش هديلك مهلة يوم واحد تروح لعيلتك وتودعهم للمرة الأخيرة وترجع هنا على ظهر الحصان ده، ومن بعدها مش هتشوفهم تاني، ولو ما رجعت حقتلك انت وكل افراد عيلتك وحخلي بنتك الصغيرة هي الاخيرة حياتك مقابل الوردة اللي اخدتها. وفجأة بيختفي وبيلاقي ابو بيل نفسه في وسط الغابة مع الحصان والقلعة اختفت. بيرجع للبيت وبيحكي لاولاده اللي حصل معاه وانه لازم يرجع للقلعة خلال يوم وحيبقى فيها للابد، وده كله بسبب الوردة. بتسمع بيل الكلام ده فبتزعل وبتشوف انها هي السبب اللي حيحصل لأبوها. في الصباح بتقفل على أبوها باب الغرفة وبتخرج من البيت وبتركب على الحصان وبتروح الغابة. بتوصل لحد مسدود بأشجار عملاقة، فبتهمس في ودن الحصان وبتقول له وديني عند الوحش. بتبدأ الأشجار تتحرك وبتفتح لها طريق طويل بيجري بيها الحصان، وبتتجرح إيديها من أغصان الشجرة الطويلة، وبتوصل على جهة ثانية من الغابة. بتكمل الطريق برجليها لحد ما بتوصل لباب القلعة. بتدخل ليها وبتتمشى فيها لحد ما بتدخل لغرفة فيها فستان جاهز ليها،
فبتشوف بيل ايديها مجروحين، فبتغسلهم في حوض موية سحرية بتشفي كل الجروح اللي في ايديها. بتلبس الفستان وبتروح لطاولة العشاء، فبيظهر لها الوحش بتقول له انا بيل وانا جيت في مكان ابويا. فبيطلب منها تجلس على الطاولة وتاكل، وقبل ما تاكل بتقول له انها مستعدة تموت لو ده هو مصيرها. فبيقرب منها الوحش وبيقول لها انا مش عايز اقتلك، وانما عايزك تعيشي معايا هنا في القلعة للابد، وبيحذرها من انها تحاول تهرب. فبتشوف بيل صورته المعكوسة في كاسة العصير اللي قدامها، فبتخاف من شكله. بيختفي الوحش وبترجع بيل لغرفتها، والكلاب المسحورة بتراقبها. ولما بتنام بتحلم بيل انها بتجري في القلعة لحد ما بتوصل لمراية سحرية بتقول لها انظري للماضي، وبتبين ليها الامير ومراته اللي بتكون حزينة لانه زوجها الامير بيخرج يصطاد طول الوقت مع كلابه، وكان مهووس بأيل ذهبي وده هو اللي مخليه يصطاد كل يوم. فبتصارحه زوجته عن حزنها وانها بتبقى وحيدة في القصر بدونه، وبتطلب منه يوقف عن رحلات الصيد وينسى الأيل. فبيقبل الأمير بطلبها، ولكن بيشترط عليها تجيب له ولد. وبتصحى بيل من النوم وبتشوف الوحش وهو بيراقبها، فبتخاف منه. وبتلاقي جاب لها فستان جديد فبتلبسه وبتخرج من القلعة. وهي بتتمشى بتشوف الأيل الذهبي، فبتجري وراه لحد ما بتوصل لشجرة الورد، وبيختفي الأيل هناك. فبتستكشف بيل المكان وبتلاقي تحت شجرة الورد تمثال لزوجة الأمير اللي حلمت بيها. فبتفهم إنه الحلم اللي شافته كان حقيقة، والأميرة دي كانت زوجة الوحش وعايشة في القصر وماتت فيه. بيجي وقت العشاء وبتجلس بيل على طاولة الأكل مع الوحش، وبتطلب منه ما يدخل لغرفتها تاني. بيقول لها أنا اللي بحدد القوانين هنا مش أنتي. بتسأله القلعة دي ملك مين؟ بيقول لها القلعة وكل حاجة فيها ملكي أنا. فبتحاول بيل تحاوره في حاجات تانية، ولكن بيصرخ عليها وبيأمرها تاكل وهي ساكتة. فبتقول له أنت بتلعب بيا زي الدمية، ولو فاكر إنه وحش زيك يقدر يسعدني أنت غلطان. بتعصب الوحش وبيكسر كل الصحون على الطاولة، وبيقول لها أنا عارف أنا إيش قاوميني قد ما تقدري، ولكن في النهاية أنت بقيتي ملكي. وبعدها بيمشي. بترجع بيل لغرفتها متعصبة وبتكلم نفسها، وقبل ما تروح تنام بتشوف واحد من الكلاب المسحورة على سريرها، فبتخاف منه. ولما بتيجي تدور عليه بتلاقيه هرب، وبتلاقي عروسة على شكلها كان بيصنعها ليها، فبتفرح بيها وبعدها بتنام. بتحلم بيل مرة تانية بالمراية السحرية، وبتقول لها انظري كيف تحول الأمير إلى وحش. وبتشوف الأمير محتفل بخبر حمل مراته الأميرة وحيرزق بوريث لمملكته، وبيكون مصدر الأحلام دي هو تمثال الأميرة اللي تحت شجرة الورد. بتصحى بيل وبتقضي يومها وهي بتستكشف في القلعة، والكلاب المسحورة بتراقبها من بعيد، وبيل حاسة بيهم فبتستخبى في مكان عشان تقدر تشوفهم وهم بيدوروا عليها. ولكن بتخاف لما بتشوف عنكبوت ماشي فوق وشها، فبتصرخ وبتحاول تبعد عنها. فبيهربوا الكلاب المسحورة لما بيشوفوها، وبتضحك عليهم بيل. بيجي وقت العشاء وبتجلس بيل على طاولة الأكل وكمان الوحش، وبيعتذر لها عن اللي قالوا ليها امبارح. فبتقول له أنا مشتاقة لأهلها وعايزة تشوفهم، وبتقترح عليه خليها تشوف أهلها مرة أخيرة وترجع مقابل إنها ترقص معاه. فبيقبل بالعرض وبيرقصوا هما الاثنين في القاعة الكبيرة. ولكن فجأة بيقول الوحش لبيل هل ممكن تحبيني؟ بتتصدم بيل منه وبتبعد عنه، وبتقول له يلتزم بالاتفاق، ولكن هو بيرفض يروح لعيلتها. فبتشتمه وبتقول له فاكر نفسك أمير، ولكن أنت مجرد وحش وحيد وأنا دايما حشمئز منك. فبيتركه وهو زعلان وبيخرج برا القلعة وبيصطاد خنزير بري وبيشيله معاه، وبيرجع للقلعة وبتكون بيل مراقباه وبتشوفه وهو شايل الخنزير، وبيدخل لغرفة فيها صورة للأمير وزوجته وبيبدأ ياكل الخنزير قدام الصورة. وبيل لما بتشوف المنظر ده بتخاف جدا وبتخرج من القلعة وبتحاول تهرب، لكن الوحش بيجري وراها لحد ما بوصلوا لبحيرة فبيقدر يمسكها، ولكن الجليد بينكسر وبتغرق بيل في المية. فبينقذها الوحش بيرجع بيها للقلعة مغمى عليها، ولما بتصحى بيسمح لها تروح تشوف عيلتها ليوم واحد بس، وبيديها قلادة فيها المية السحرية وبيقول لها لو حصل لك أي مكروه استعمل المية دي. بتفرح بيل وبتبدأ تجهز نفسها، وقبل ما يخرج الوحش من غرفتها بيحذرها لو ما رجعت حيموت. بتستغرب بيل من كلامه. بعد ما بتجهز بتركب حصانها وبتروح للبيت، وبتلاقي أخواتها متخبيين في البيت بسبب الديون اللي على ماكسيم، والبلطجي بوردو قام يلاحقوا في كل مكان. بتدخل بيل لغرفة أنا وكلوتيلد، واللي لما بيشوفوها بيفتكروها شبحها بعد ما ماتت. فبتضحك عليهم بيل وبتسألهم عن باباها، بيقولوا لها إنه من ساعة ما تركت البيت وهو مش قادر يقوم من سريره. فبتروح عند
عنده بيل وبتحاول تصحيه ولكن ما بتقدر وبتبدأ تبكي لحد ما بتنام جنبه. في دي الأثناء بيسرق ماكسيم بروش الزمرد اللي في ملابس بيل وبيقرر يروح يعطيه لبوردوغا، وبكده يكون قدر يسدد دينه، لكن أخوه الصغير بيحاول يوقفه ولكن بدون فايدة. أما بيل بترجع تحلم بالأمير ومراته. في يوم بيكون في الأمير بيصطاد كالعادة وبيقدر يصطاد الأيل الذهبي بسهم مصنوع من الذهب، وفجأة بيتحول الأيل لجسد امرأة واللي بتكون مراته الأميرة اللي بتكون في الأصل حورية الغابة وعندها القدرة إنها تاخد هيئة بشرية، وطلبت من أبوها إله الغابة إنه يسمح لها تعيش مع البشر لأنها عايزة تجرب الحب البشري. ووقعت حب الأمير وتزوجها، والدم اللي نزفته من إصابتها بتنمو مكانه شجرة ورد عملاقة. وفجأة بيظهر أبو الحورية وبيكون غضبان على اللي حصل لبنته، فبيعاقب الأمير وبيحوله لوحش قبيح وبيلعن مملكته، وبيقدر يفك اللعنة بطريقة واحدة بس، وهي إنه تحب امرأة ساعتها حيرجع لشكله الطبيعي. بتصحى بيل من الحلم وبتتذكر القلادة اللي اداها لها الوحش، فبتشرب أبوها من المية السحرية، فبيصحى وبيفرح لما بيشوف بيل جنبه. أما ماكسيم بيجتمع مع بوردوغا وعصابته وكمان مع أستريد، وبيوريهم حجر الزمرد وبيقول لهم إنه حيدلهم على المكان اللي جاب منه حجر الزمرد ده، بس بشرط إنه يصفوا حسابه ولا يرجع يتعارضوا مرة تانية. فبيوافق بوردوغا وبيروح معاه القلعة. وفي دي الأثناء بينبه أخو بيل الصغير تريستيان إنه ماكسيم أخذ البروش بتاعك وراح عند بوردوغا عشان يسدد دينه، وأخذوا كمان الحصان. نرجع لماكسيم لما بيوصل للغابة بيهمس في ودن الحصان عشان يوصلوا للقلعة، وبتنفتح الأشجار وبيوصلوا للناحية الثانية. فبتقول أستريد لبوردوغا إنها حاسة بخطر في المكان ده وبتحذره إنه يقرب أكتر، ولكن بوردوغا ما بيسمع كلامها. فبتسمع أستريد صوت همس من جذع شجرة الورد وبتلاقي تمثال الأميرة وبتسمعها وهي بتقول لها انقذي حبيبك من خطر الموت وخرجيه من هنا واعطيه السهم الذهبي. فبتنزع أستريد السهم من التمثال وبتديه لبوردوغا وبتقول له إنه السهم عنده قوة حتخليك محظوظ جدا وحتبقى راجل عندك مكانة مرموقة. بياخد بوردوغا السهم ولكن ما بيصدق كلامها وبيحاول يرميها من الجسر، فبتقول له أنا شايفة موتك في المكان ده، ولكن بيتركها وبيطلب من الرجال يدخلوا القلعة وبيسرقوا كل اللي يقدروا عليه. ولما بيخرجوا بتقابلهم تماثيل عملاقة وبتقتل واحد من رجال بوردوغا، فبيضرب بوردوغا واحد منهم بالرصاص ولكن ده بيخليه يهيج أكتر، وواحد من التماثيل دي راكب عليها الوحش، فبيقتلوا رجال بوردوغا واحد ورا الثاني. وبتوصل بيل مع أخوها تريستيان للقلعة، وفي آخر لحظة كان التمثال حيقتل ماكسيم، فبتوقف قدامه بيل، فبيأمر الوحش التمثال عشان يوقف. بياخد بوردوغا سيف وبيحطه على رقبة بيل وبيهدد الوحش عشان يخلي التماثيل تراجع، فبينزل الوحش من التمثال. بتشتت انتباه بوردوغا للحظة، فبتقدر بيل تهرب منه وبيهجم عليه الوحش، وقبل ما يقتله بتترجاه بيل عشان يسيبه، فبيغرز بوردوغا السهم الذهبي في صدره وبيهرب، والتماثيل ما عادت تتحرك وبتبدأ تتكسر. فبتطلب بيل من اخوانها يشيلوا الوحش ويدخلوه القلعة وبيرموه في حوض الموية السحرية وبيشفى جرحه. ولما بيصحى بيسأل بيل إذا ممكن تتقبل شكله، فبتعترف بيل بحبها ليه، وفجأة بيتحول وبيرجع لشكله الطبيعي وكلابه المسحورة بترجع طبيعية كمان. أما بوردوغا بيظهر له إله الغابة وبيحوله لجذع شجرة. وبتنهي بيل القصة لولادها وبيسألوها إيش حصل لأخواتها وإخوانها بعد ده، فبتقول لهم أخواتها البنات تزوجوا إخوان أغنياء، وإخوانها الأولاد فتحوا لهم مطبعة كتب في المدينة، أما الأب فتح له محل ورد. بعد ما نيمت ولادها بيوصل زوجها الأمير على البيت من شغله وبيكونوا سكنوا في البيت الريفي مع أبوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.